حبايب قلبي، كذا وصلت العيادات لأنه تأميني مرة قوي، فعلى طول دخلوني قالوا 10 دقايق خلينا على الدكتور أو دكتورة والله ما أعرف. تدرون ليش جيت؟ أبغى أسوي استشارة. تضحكون لو تدرون. جاية بشوف بقول للدكتور إنه سماجلوتايد حقة التخسيس إنها سببت لي هذيك الأيام خلل في الغدة الدرقية، وبسأل عن منجارو لأنه كثير قالوا منجارو. تذكرون هذاك اليوم لما سويت تصويت وكذا قالوا منجارو حلوة ومدري. بشوف إذا منجارو وغيره ممكن راح تناسبني أو كلها نفس الفصيلة، مع إنه أنا سمعت إنه كلهم سواء أوزامبيك، سماجلوتايد، منجارو. شوف يلا بس كذا عشان خلاص يعني أبغى أشوف عشان أفقد الأمل مرة واحدة، يا إني أفقد الأمل يا إني أشوف لي حل. وبس حبايبي تعبت والله تعبت، يعني قاعدة أشوف العالم قدامي ينحفون رشيقين يجننون، وأنا ما ناسبتني قهر. أبغى أسوي زي العالم. تعبت يعني دايت واستخدام. شوفوا يعني مرات أنا أتضايق أحيانا أقول الدنيا هذه ما فيها عدل، بس لما أجي أفكر فيها أقول يعني الواحد المفروض يكون يعني ممتن لكل شيء جميل عنده في الحياة. يعني هذه أنا أوكي ما ناسبتني بالتخسيس وسببت لي خلل في الغدة الدرقية، بس لازم أكون ممتنة إنه بس تركتها رجعت غدتي زي ما هي. والشيء الثاني ممتنة للنعم الأخرى اللي عندي، نعمة الأبناء، نعمة الحياة الجميلة، نعمة هذه أنا وأنا جاية شايفين بالسيارة الكل يناظرني، كل الناس عيونهم على السيارة، طارت عيونهم جانين عليها. فيعني نعمة القصر اللي عندي، نعمة ما أمتلك، نعمة الصحة. يعني الحمد لله أنا صحتي ما شاء الله تبارك الله يعني تمام. هو بس الغدة الدرقية جتني مؤقتا بعدين راحت، لما تركت الحبوب راحت وينادوني. الحين يا روحي رايحة الصيدلية خلاص. تخيلوا ايش قالوا لي هذولي؟ قالوا لي اوكي لازم تاخذين موعد مع واحدة من طبيباتهم كثير والله عددهم مرة كبير حقون الوزن. فقالت لي هذه أنا اللي قابلتها دكتورة مساعدة، مش يعني ولا اختصاصها مو عن انقاص الوزن وهالأشياء. فقالت لي خذي موعد مع واحدة من هذولي نشوف اللي تتوفر لك عشان تناقشين معاهم إذا إنك تقدرين تاخذين مونجارو. أيوة الحمد لله يعني أنا رجعت غدتي الدرقية سليمة زي أول، رجعت سليمة ما فيهاش أي حاجة. فبشوف باستشارة الأطباء إذا يصلح أخذ إبر تخسيس تحت إشرافهم أو لا. طبعا مو سماجلوتايد، أشوف منجارو، مع إني أعتقد إنه أصلا ممنوع أخذ شيء. أعتقد إنه أنا خلاص صار ممنوع إني أخذ أي شيء. مين المتصل؟ وين الجوال؟ هذا هو. أوكي أيوة شوية اتصل. فبس أنا أعتقد يا حبايب قلبي إنه أنا الظاهر إني ما ينفعني ولا شيء. مو كلهم عيال عم، سماجلوتايد، منجارو، أوزمبيك. يا رب قولوا أتمنى والله إني أتمنى إنها تناسبني. يا كتاكيت قلبي مرة مبسوطة على اللي وصلت له الآن. بيقولون إيش اللي وصلتي له الآن؟ من ترتيب الديكور هنا في البيت جوا، يعني حطيت أشياء كذا حلوة وريتكم هي. واللي
الفرونت يارد هنا بالحديقة الخلفية حطيت ديكور لسه ما كملته بس حلو بألوان مختلفة. والفرونت يارد هناك عند النافورة عند البوابة الرئيسية حطيت كمان ديكور أشياء حلوة مختلفة. في كل مكان حطيت شيء يعني مختلف. المهم لسه يعني لسه كل ما شفت شيء عجبني سويت إضاءة. كل شيء جبته للكريسماس والثانكس جيفينج. جبت حتى الأكواب، جبت أكواب كثير للكريسماس. شوفوا هذا واحد منهم يعني شكله كذا يعني غريب صح؟ مو مألوف، مو من هذيك يعني كلب. ها دايم بابا نويل وكذا، قلت لا أخذ شيء مختلف. طبعا أمس مسوية كرك وقبل أمس. الحين اللي هنا حليب شاهي أو شاهي بالحليب، شاي بالحليب المدخن، الحليب المدخن. سويت لي واحد ومعاذ واحد. كيف اللي أعطيتك؟ أعجبك؟ was good. Very nice. Very delicious. بيجون أصدقائك؟ بيجوا. وين هم الحين؟ في بيتي الصغير. من وين دخلوا؟ من هنا من ورايا ولا من هناك؟ والله ما ادري. قاعد استقبلتهم، انا كنت اسوي بعض الاشياء. ايه كنت اشتغل على جايينك ايش عشان يتحمدوا لك بالسلامة؟ لا الحمد لله بالسلامة قبل. الحين جايين يبغون يشاركون معنا حلقة في المسلسل. اها. ايوه. طيب قول رؤى تزيد رؤى بتجيب لنا. لا جابوهم اكل. اها. هم ما يحبون الاكل البحري. اوكي. رؤى الله يجعلني فدوتها. كبرت رؤى وصايرة تجيب لنا حركات واشياء. راح تجيب لنا ذا بويلينج كراب اللي هو كراب وشريمب وكمان ذرة. تعرفون هذا الخليط اللي يصير روبيان وكراب وذرة وبطاطس وعليه كذا صوص معين لذيذ اللي يجي في الأكياس وإحنا نكبه. أحلى مكان، أفضل مطعم هنا في سان دييغو يسوي الكراب اسمه ذا بويلينج كراب. فقلنا لها تجيب لنا، وراحت هي وربا وصديقة ربا اللي في البيت. أنا وزوزي ومعاذ وكايلي في شقتهم. شفتوا أصدقائهم جايينهم.